السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى قاع تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم عندنا حصة جديدة بإذن الله. اليوم عندنا وصفة البرونيز من أحسن الوصفات. نتمنى قاع تستافدوا بإذن الله. غنفوتو لاروسيت. عندنا هنايا البيض 20 بيضة، وعندنا 850 غرام تاع سنيدة. عندنا هنايا 800 غرام ديال الفرينة مغربلة، وخميرة كيميائية عندنا واحد 35 غرام. عندنا شوكولا نوار من النوعية الممتازة، عندنا 800 غرام. وهنا عندنا الزبدة 800 غرام. وعندنا الكركاع مهرمش، يعني ما تحمره ما والو 800 غرام حتى هو. دوزو للطريقة. غادي نديرو شوكولا نوار مع الزبدة، غادي ندوبوها في حمام مريم ولا ميكرو اون اللي كان عندنا. وغادي نديرو الكركاع مع فرينة ومع أرزة ونخلطهم بيدينا. باش يندمجو لنا ان شاء الله. خلطهم غير يندمجو صافي. الشيكولا والزبدة غادي نديهم يدوبو. هنا غادي نجيبو البيض ديالنا وسنيدة نضربوهم بالضرب اليدوي حتى تدوب ديك السنيدة مزيان. وسنيدة من الأحسن تكون رقيقة باش تدوب لكم في الساع، باش تجي ساهلة ليكم وتدوب في الساع، فهمتو. تبقاو تضربو كي تدوب ديك السنيدة صافي. وديك الزبدة سبيسي عندكم وشوكولا نوار غديروها تدوب هي الأولى في حمام مريم، فهمتو. دوبو خليوها تبرد جانبا شوية، مديروهاش سخونة. يدوبوها وديروها سخونة، مرة حركوها صافي. ديروها تبرد شوية عاد نخلطوها. دابا هي الشيكولا واجدة عندنا بعد ما خليتها تبرد شوية. انا كتبقى هي الاولى باش تبرد في الساع، فهمتو. صافي نبقى نخويها بشويه بشويه وانا كنخلط. برونز من اسهل الطرق، ساهل وبسيط وناجح 100%. متنساونوش بالدعم ديالكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. هنا دابا نبقاو نحركو، حنا كنخويو نحركو. صافي غادي نحركوها. دابا يبقى الكركاع وفرينة وارزة، نبقاو نخلطو غير بشويه بشويه بشويه. هاد اللعبة غادي يعطيكم كادر 60 على 40 صافي. واللي عنده شي كادر 20 على 20 مثلا غادي يقسم هاد اللعبة، يقسمو على 4. مثلا ندير 5 ديال البيض، 200 غرام ديال فرينة، 200 غرام كركاع. وانتوما غاديين تقسمو داكشي. واللعبة هاد اللعبة تقسمو على 4. كان عاوتاني 30 على 40 تقسمو على العبارة على 2. وانتوما غاديين، فهمتو. نبقاو نخلطوها بشوية بشوية حتى ندمج لنا خليط مزيان ويجي خاطر ثقيل. الوصفة نتمنى تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في كومونتير. هي من احسن الوصفات وناجحة 100%. واسهل طريقة هي ديالها، فهمتو. ما تحتاجو لا باطو لا ماشينة لا والو. صافي دابا نخويوها في الطاوة ديالنا 60 على 40. وغيكونو درنا كادر بوبي كويسو، فهمتو. صافي ونخويوه. بوبي كويسو يجي طالع في الجناب باش ميتزيد عليكمش من التحت. كما شفتو راني درت انا بوبي كويسو ديالي في الكادر من الداخل. ديرو الكادر عاد ديرو بوبي كويسو من الداخل، فهمتو. صافي نبقى نسرح بالسباتول هكا تيتقاد شوية بشوية تيتقاد مزيان. وقبل ما طرحو ضروري تضربو شوية زيت حامة في الارض باش القنوت اللي يكونوا خاويين ولا يعني ما هو لهمش خليط مزيان. ضربوا ديك 2 ضربات ولا 3 كيهوي الخليط لتحت، فهمتو. ما يبقاش غير الفوق. وهنايا كنحاول نقادها بالسباتون مزيان باش يجي عبار واحد. وغادي تشوفو منين يطيب كان يجيكم روعة ما شاء الله. من احسن البرونز اللي غادي تشوفوه. دابا نطرحوه على 170 35 دقيقة حتى 45 دقيقة. هذا هو حصلنا على هذا. وديروا الموس هكا لا خرج ناشف عرفوا بلي طاب، فهمتو. اش كيخرج طالع ما شاء الله.
دابا نجيبو بابي كويسون، نجيبو الطاو ونقلبوه، فهمتو، نخليوه يبات في الثلاجة. الا كان عندكم على برا تقلبوه وتخليوه، يعني خصو يبرد مزيان عاد تقطعوه، فهمتو. انا كنديرو يبات في الثلاجة عاد كنقطعو حتى الغدا ليه. دابا غادي نديرو في الثلاجة يبات ليلة كاملة. دابا من بعد ما بات هاني جبتو باش نقطعو، وكيجي مقاد على الكادر، فهمتو، كتقلبوه سخون باش يجي مقاد. مثلا بغيتو تقطعو في نهار خصك تخليه على الاخر واحد 3 سوايع ولا باش يبرد مزيان. ما ديروش في الثلاجة، خلوه غير على برا. لو كنت غادي تقطعو في نهار صافي كنقلعو كادر، كنجيب واحد لونكيطة كنعبر عليها، نتوما العبر اللي بغيتو، فهمتو. انا كنجيب هاد لونكيطة اللي نعبر عليها. لو قطعتو في نهار ما تحتاجو نتوما ديرو بحال مثلا الشاليمو ولا ما سخون ولا سالي، كون غير ملي خليتو برد بحال يشد راسو شوية. انا جبت لونكيطة ديالي نعبر عليها، هادي هي لونكيطة كنخدم عليها. نتوما ديرو العبر اللي بغيتو، مربع مستطيل اللي بغيتو نتوما. وهي نقطع غادي ندير لها الكاناج. الكاناج راه ساهل، ولا ما عرفتوش ولا قولوها لي باش ندير لكم فيديو ان شاء الله عليه. الكاناج من اسهل الوصفات موجودين. نديرهم في الطابلة هكا، على الطابلة يجيو طوال، وغادي نديرلهم الكاناج ديالنا. ودار خصكم مشطة اللي معندوش واحد المشطة يجيب غير مغطى هكا نتاع شي سطل ولا شي حاجة ويقطع يصاوب بالمقص. هذا هو الكاناج ديالي. من بعد ما دوبتو غادي نخدم به صافي، كنسرحو ونجيب ديك المشطة ديالو ونفوت عليه المشطة. هذا ساهل ساهل، من اسهل من اسهل يعني البسكويات هو البرونيز، فهمت. ساهل وفي الساعة كيوجد، يعني مكيشدش شي وقت بزاف ولا شي حاجة. ايوا متخليوش يطيب بزاف، الا خليتوه طاب فالطياب ديالو كيجيكم يابس، فهمتو. حتى الا خليتوه خضر مشكل عاوتاني، كتخرجو كيطيح لكم. يعني خصو حتى يشد راسو. شوفو بالموس، ها هي المشطة ديالنا، فوتي المشطة زيكزاك بحال هكا، كندخلو يبرد يشد راسو صافي، كنبدا نقطع. هذا هو منين خرجناه غادي نديرو عاد في الثلاجة. اش كيجا زيكزاك والمشطة. دابا راني قطعتو، ما كنمشي لي الفيديو ما كنت نقطع ولا شي حاجة. راني قطعتو على حساب لونقيطة. نتوما تقطعو عليه كيما بغيتو، فهمتو. الفيديو تحدف لي انا معرفتش مشالي. صافي كندير داك لونغ ديالي نستفو. كنبقى غادي معاهم هكا حتى كنساح. صافي دابا نستفو تما، نتوما ستفو في طاوة ولا في شي حاجة وكتقدمو. دابا نجيب غير داك الكانج لي درتو من الفوق، غادي ان شاء الله نديرو في كورني. غادي نوريكم الديكوراسيون ديال الديكوراسيون غادي يجيب الكركاع. غادي نستفو تما، كيجي واعر هائل، روعة روعة ما شاء الله. نتمنى كاع تجربوه، ومتنساوش بالدعم والريجيم والتعليقات ديالكم، راهم كيحفزونا. صافي دابا كندير نجيب واحد الكاغيط ديال الزبدة ندير فيه كاناج، نديرو من الفوق ولا شيكولا اللي عندكم نتوما اللي بغيتو. كدير هكا واحد شوية كنلصق فوق دوك الكركاعات، ودابا يلصقهم في اللول ملي يفوت المشطة يلصقهم تما ديريكت، بلا ما يحتاج يدير هكا ولا شي حاجة. صافي كندير الكركاع ديالي. هذا هو الديكوراسيون الأخير، الريزولطة الأخيرة هذه هي. وبالصحة والراحة، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم الفيديو، ونتلاقاو في حصة قادمة إن شاء الله. غتشوفو
الريزولتا الأخيرة هذه هي كما كتشوفوا كيجي تبارك الله ما شاء الله من الداخل باين داك الكركاع، حتى الديكور كيجي زوين واعر هائل ما شاء الله. شفتوا الكركاع كي كيجي ما شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الدرس، وهذه هي الوصفة، وبالصحة والراحة إلى حلقة قادمة إن شاء الله.